امبارح قفشه طلع في برنامج حبر سري. وقفشه لما بيطلع في الاعلام يا جماعه الناس بتقلق لان هو على سجيته وصريح قوي وما بيحطش حسابات، وده المهم. الناس كلها اللعيبه بالذات لو بيلعب في اهلي وزمالك، هو طالع في اي برنامج وبيقول تصريحات بيبقى عامل حساب الجمهور. ممكن يكون في حاجه ليها اقتناع شخصي عنده، لكن ما يقولهاش في الاعلام لانه عارف لو قالها الدنيا هتتقلب عليه. لكن قفشه الحقيقه ما عندوش الحسابات دي خالص، وده دليل ان هو مش فارق معاه حاجه. يعني دمه حر عادي، يعني هتعملوا ايه؟ ده رقم واحد. رقم اتنين، راجل على سجيته يعني. فقفشه قال تصريحات كتير آه، في البرنامج. التصريح اللي اتمسك عليه من الاهلاويه لما المذيعة بتسأله، بتقول له رأيك في المنافسة في الدوري؟ قال لها المنافسة السنة دي بين أهلي وزمالك وبيراميدز وسيراميكا، لسه المنافسة رباعية، وأنا بحيي الزمالك جدا على إن هو لسه رغم الظروف دي مكمل في المنافسة لحد دلوقتي. كل بقى التصريحات، كل بقى الكلام، طبعا البيتزات الاهلاويه خدوها، كل بقى خدوها بغرض الريتش يعني. وان قفشه ملوش ظهير في السوشيال ميديا قوي، ملوش بيتزات بيدفع لها، ملوش ظهر في النادي يحميه، يعني عادي. فدمه فعادي يقولوا اللي هم عايزينه عليه يعني. كل الكومنتات بقى، طب روح العب معاهم احسن، طب مش عارف ايه، طب انت ايه. المشكله ان هو لسه لعيب على ذمه النادي الاهلي. قفشه ما مشيش لسه، عقد لسه في سنه في عقده. هو طالع اعاره الاتحاد السنه دي بطلب منه لان هو ما بيلعبش خالص، وقفشه عايز يلعب، بقاله سنتين قاعد على الدكه عايز يلعب. فقال لهم طلعوني اعاره واخر سنه نشوف يعني حلال حلال. ولكن طبعا ده ما عجبش الاهلاويه، لان كمان قفشه ليه معزه خاصه. تحس ان الناس كلها بتقول ده هو اصلا قاعد في النادي الاهلي كل ده لسه على حس الجون اللي جابه في الزمالك في نهائي القرن، واحنا شايلينها له واحنا مش عارف ايه. فما ينفعش صاحب القضيه، اهم جون في تاريخ الاهلي، يقول يتكلم كويس على الزمالك ويقول رغم الظروف. طب انا عايز اسال على حاجه. في حد في مصر عاقل يعني، سيبك من الناس الملحوسه دماغها يعني، في حد في مصر عاقل بيتكلم في الكوره او بيفهم في الكوره غير مقتنع ان اللي بيعمله الزمالك ده حاجه اعجازيه في ظل الظروف؟ اكيد لا. لكن لما تطلع من لعيب في الاهلي لسه على ذمه الاهلي صاحب القضيه، لا تضايق، لان انت لازم تقول الكلام اللي يعجب الجمهور. ف مع انه قال كلام تاني كتير يعني، قال برضو شيكابالا امهر من تريكا. يا عم هو رايه كده. انا رايي مثلا ان تريكا لعيب متكامل اكتر، اهدافه كانت حاسمه اكتر، لكن هو رايه ان شيكابالا امهر. انت قال لك مثلا محمد شريف احسن مهاجم في الدوري هو رايه، هتقول له ايه طيب؟ يعني لكن ما ينفعش تحجر على رايه عشان اهلي وزمالك. سيبه يقول اللي يقوله يا عم، ده رايه.